السلام عليكم، معكم عمر ودي تجربتي مع الكندل بيبر وايت الجيل ال11 من امازون. مبدئيا كده ايه هو الكندل؟ ببساطه هو قارئ كتب الكتروني، ما يفرقش حاجه عن قراءتك من كتاب ورقي تقريبا، غير ان الكتاب بتقرا منه كتاب واحد بس كده وبتتصفح الورق كده، لكن الكندل بتحمل عليه الاف الكتب ولما تيجي تحول صفحه بتضغط كده، فانت فعليا اكنك بتقرا من كتاب ورقي مش جهاز الكتروني او تابلت. وده لان شاشته بتعتمد على تقنيه الحبر الالكتروني، وهي تقنية عرض على الشاشات تعتمد على اللونين الاسود والابيض في العرض دون الحاجة لانبعاثات الضوء من الشاشة، وتظهر الكتابة على الشاشة كما لو كانت صفحات كتاب ورقي، حيث تبدو الكتابة حقيقية. ومن اهم مميزات الحبر الالكتروني ان هو بيوفر في الطاقة ومريح للعين. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني انا بستخدم الكندل من يوم 13/11 وحتى الان البطاريه 59% والنهارده 27، يعني فات اسبوعين، حوالي 14 يوم. ويعني انت بتشوف الكلام ده بسبب الاضاءه اللي حواليك، مش عشان الكندل بينور. يعني انت لو في مكان ضلمه مش هتشوف عليه اي حاجه اصلا. طب ازاي بقى بتشوف الحبر في الضلمه لو النور قطع او قبل ما تنام، لما تكون قافل كل الانوار كده وعايز تنام بس تمسكه تقرا فيه؟ ببساطه لان هو فيه ليدات داخليه. الليدات ديت انت بتتحكم فيها عن طريق ده توضيح عملي يوضح الموضوع اكتر. انا هنا مشغل الاضاءه ديت بس وبتنور هنا في وش الكندل، تمام. انا كده مش منور اي نور في الكندل، ولو قفلت الاضاءه ديت مش هتشوف اي حاجه حرفيا، غير بقى لما انا اجي انور في الكندل نفسه. فانا عشان مش شايف حاجه مش عارف انوره، فانا هفتح الاضاءه دي تاني وهاجي هنا كده واعلي الاضاءه. انا كنت مخليها 0 اهو، فانا هاجي هنا اعليها مثلا، اخليها 6 مثلا، ثم هلغي دي، هرجع اقفلها، تمام. فهو نور زي ما انت شايف كده. فهو الاضاءه دي الاضاءه الداخليه المقصوده اللي بتنور الحبر، ودي برضه مش مضره للعين، بس يفضل يعني ان انت لما تجيب الكندل يكون في الاضاءه الورم اللي هي بتبقى اضاءه صفراء، وبرضه مش بتبقى بتوجع العين يعني باي حاجه. ودي الاضاءه اهو، لو انا برضه حبيت اقللها لتاكيد للكلام، يعني لو حبيت اقلل الاضاءه دي كده خالص اهو مش شايف اي حاجه، فاهم؟ فانت هنا كده تبدا مش انا كده قللتها خالص، فانا مش شايف اي حاجه. لو جيت اعلي اهو بص بيعلى مره واحده كده، عباره عن حبر على ورق. فهمنا الكندل بيشتغل ازاي. تعالوا اقول لكم تجربتي بعد اسبوعين استخدام، بس نشوف انبوكسنج الاول. انا جبته من امازون وجي متغلف، فتحت العلبه لقيت العلبه زي ما انت شايف كده، بعدين طلعته من العلبه زي ما انت برضه شايف كده، بعدين ماشي خرجت فتحت العلبه الصغيره، بعدين لقيت فيها الكلام اللي احنا مش بنقراه دوت، بعدين لقيت اللي وصل ليا تياب سي وده بيشحن بسرعه وده حلو جدا. بعدين مسكت الكندل فتحت من الكيس اللي هو متغلف عليه برضه، فرحت ايه فتحته وضغطت على زرار باور واشتغل وبس كده. يلا نرجع تاني. طلبت 11/11 واستلمت 13/11 ومن ساعتها مش حنتوش غير شحنه واحده بس ساعه ما جبته. اول حاجه ساعدني في القراءه بشكل يومي حرفيا، وده لاني قعدت فتره ما بقراش اي حاجه بعد ما كنت بقرا، وفي نفس الوقت لما برجع للقراءه بلاقيني قرات جزء صغير وابطل، اقرا جزء صغير وابطل، لدرجه ان انا قعدت شهور ما بقراش اي حاجه. فالكندل ساعدني ان انا اقرا بشكل يومي خصوصا قبل النوم، ودي تاني ميزه. ساعدني في تحسين نومي لان انا قبل النوم بسرح واتوه في الذكريات، وبرضه زي ما قال الجوكر كل اللي عدى مستنيك على المخدة. فدي حقيقة، انت ماضيك ومشاكلك وحياتك كلها مستنياك على المخدة، مع ان ده وقت النوم. ده غير طبعا انك نفسك تغير العالم بس انت عايز تنام دلوقتي. فالحل السحري في الكندل، لان ببساطة انا بخلي الاضاءة على 3 ثم ابدا اقرا فيه. الاضاءة بتبقى خفيفة جدا وابدا اقرا في اي قصة او رواية، وهنا بقى على حسب اختيارك يعني. وتبص تلاقي ان انت سرحت في اللي بتقراه ونسيت كل حاجة واندمجت، وتبص تلاقي نفسك كده اللي هو في خلال 5 دقايق او 10 دقايق بتبقى عايز تنام فعلا، اللي هو خلاص انت فصلت، وفي نفس الوقت انت دماغك راحت في حته تانية خالص بعيدا عن اللي كان مستنيك على المخده، فبتنام فعلا. انا من ساعه ما بقيت استخدمه قبل النوم وبلاقي نفسي بنام بشكل كويس جدا. تاني حاجه حصلت معايا في الاسبوعين دول ان هو عالجني من ادمان الهاتف شويه. ببساطه احنا كلنا مدمنين على التليفون، وده للاسف الشديد حال معظم الناس حاليا. وده ببساطه لان دماغك في اي لحظه ملل وفراغ بتنمل، بتبقى عايز تعمل اي حاجه اصلا علشان ما ينفعش تسيبها كده، فبتروح تمسك الموبايل. وسوري ان انا بشاور كده يعني عشان بصور بالموبايل، فبشاور على الموبايل يعني وكده. فلما دماغك بتنمل فعلا وبتبقى عايز تعمل اي حاجه بتروح تمسك الموبايل. لكن لما يكون في بديل زي الكندل ممكن تمسكه وتقرا من عليه افضل من استخدامك للموبايل، وده حصل معايا فعلا وقلل من استخدامي للموبايل. تالت حاجه هو بيبقى ونيس ايجابي وجيد في المواصلات والسفر. ايجابي وجيد دي اللغه اللي بتكلم بيها دي. طبعا هنا انا بتكلم عن سفر المحافظات، ربنا لسه ما رزقش عشان اسافر دبي ولا
بالي او باريس. المهم في الاسبوعين اللي انا استخدمته فيهم اتنقلت بين محافظات في مصر هنا، ودايما لما كنت بسافر بمسك الموبايل، فيسبوك بقى، انستا، اي بتنجان. انا اسف للبتنجان لانه افيد من ان انت تقعد على الفيسبوك اصلا. لكن لما خدت معايا الكندل حطيت الموبايل في جيبي وفتحته وبدات اقرا عليه. بس المشكله ان كان في اسره ورايا معاهم طفل صغير. عارفين الطفل الصغير اللي بيبقى في الميكروباص اللي هو بيبقى يفضل يعيط دوت ويصدع الميكروباص كل طول الرحله؟ هو ده كان معايا في الميكروباص بقى، فكنتش بعرف اركز قوي، بس فضلت اركز لحد ما خلصت قصه كامله من كتاب الشيطان يعز لنجيب محفوظ. ووقتها حسيت فعلا ان هو بيساعد على التركيز رغم الدوشه اللي حواليك. وكمان من المميزات ان هو بيبعدك عن مشتتات الموبايل. انت في الموبايل بتفضل تعمل سكرول مثلا وتشوف فيديوهات، عندك تيك توك مثلا، حاجات كتير جدا، لكن دوت صفحات كده وتفضل تقرا بتركيز وتمعن كده، اللي هو بيديك لحظه صفاء كده وهدوء لذيذه وجميله وكل حاجه حلوه. فهو ممتع فعلا في السفر، واني مضيعش وقت السفر كده على الفاضي، لا كنت بقرا، فالوضع كان جامد جدا. دي كانت تجربتي في خلال اسبوعين استخدام